أكيد عشت اللحظة دي قبل كده، اللحظة اللي فيها كل حاجة حواليك بتسكت، مفيش صوت، حتى صوت دماغك نفسه اختفى، إيدك بتتحرك لوحدها، عينك بتجري ورا حاجة مش شايفاها بس حساها. الوقت مبقاش ليه حدود، ممكن تكون عدت 3 ساعات بس انت حاسس ان هما دقايق. عقلك مش بيزن، مش بيقولك قوم، مش بيقولك زهقت، انت جوه حاجة مش عارف تسميها، بس مرتاح ومندمج وموجود. اللحظة دي اسمها فلو ستيت، ومفيش شعور في الدنيا يشبهها. أكلمك النهاردة عن الفلو ستيت، مش هتحتاج تسمع أي فيديو تاني عن الموضوع ده. بص، خلينا متفقين إن الأيام بتعدي علينا وبتجري من غير ما نحس. الأيام معظمها بتبقى متكررة، يعني نقوم مثلا نتشيك الفون، نتشيك النوتيفيكيشنز، نتشيك مين بعت رسالة مين ما بعتش، مين كذا مين كذا مين كذا، ستوريز بقى. ف بعدين تقوم تاكل، بعدين مثلا تأدي بقى أشيائك الروتينية وتنام، وتصحى تكرر نفس الكلام. بس امتى آخر مرة سألت نفسك انت امتى آخر مرة كنت حاضر، كنت في اللحظة؟ امتى آخر مرة كنت مركز على حاجة معينة؟ امتى كنت قاعد شغال على تاسك معين واتسحلت فيه لحد ما حسيت ان كل اللي حواليك اختفى، مفيش اي اصوات حواليك فعلا، نفس الحالة اللي كانت في اول الفيديو. تحس فعلا ان مفيش اصوات حواليك، مش حاسس ان انت قعدت كتير مثلا، او مش حاسس بالوقت عامة، قاعد والدنيا بتجري 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 وانت قاعد بتخلص في التاسك ده. هي دي بقى حالة الفلو ستيت، وانا جاي اكلمك عنها النهاردة. بص، الفلو ستيت او حالة التدفق هي مش مجرد مصطلح اتعمل كده وخلاص، هي فعلا حالة نفسية. لما عقلك يوصل لأعلى قدرة من التركيز والإبداع، هي دي بتتسمى الفلو ستيت. تبقى قاعد على بروجكت معين أو بتخلص حاجة معينة، وعقلك بيديك كمية أفكار كرييتيف جدا، مركز جدا على التاسك ده، ما بينشغلش. ما بس دايما خلينا صادقين مع بعض، احنا لما بنيجي نقعد على حاجة احنا مش اكيد مش بنكون حابين ان احنا نعملها. بحيث ان اي فعل بيكون صعب نوعا ما، اي تاسك في الدنيا حتى لو نازل وطالع كده، ده تاسك صعب، فاهم؟ فعقلك دايما بيقولك ما تعملوش، لان العقل بيفضل الراحة على الألم، هو دايما بيتجنب الألم ويلجأ للراحة، كلنا عارفين كده كويس. فمعنى ان يوصل للفلو ستيت او حالة التدفق، ان هو اصلا مش حاسس بالوقت، مش بيكلمك، مش بيقولك انا ايه اللي انا بعمله ده، او اللي انا بعمله ده مؤلم، او اللي انا بعمله ده لازم اسيبه واروح لحاجة تانية اسهل. لا، انت عقلك بيتعمل له شوت داون حرفيا، لا شوت داون من ناحية العقل اللاواعي هو اللي بيتعمل له شوت داون. العقل اللي بيقعد يكلمك ويزن عليك وكده، ده العقل اللي بيتعمل له شوت داون. والعقل الواعي هو بس اللي شغال، العقل اللي مركز، العقل اللي عايز يبدع، العقل اللي بينتج افكار، اي حاجه ليها علاقه بالتركيز، وكل حاجه مركزه بس على التاسك اللي انت بتعمله. لان انت في حاله الفلو دي حرفيا انت بتكون مركز جدا على التاسك بس مرتاح. عقلك اللاواعي مترجم انك مرتاح وانت بتعمل التاسك ده، انت بتعمله بحب او بتعمله وانت مركز فيه قوي. فعقلك مش مترجمه على انه ضرر ليك، فبيدوس معاك. تخيل عقلك اللي هو اقوى حاجه فيك اصلا بيدوس معاك في التاسك اللي انت بتعمله من غير ما يسحبك، لان العقل سلاح ذو حدين. لو خدته بكل تركيزه وكل قواك العقليه اتجهت على تاسك معين، هيكون اقوى 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 سلاح فيك، هو اصلا اقوى سلاح فيك. لكن الحد التاني، ان انت لو في تاسك انت لازم تعمله بس انت بتحبش تعمله، هو هيبدأ يطلع لك مبررات كرييتيف قوي بصراحة ان انت ما تعملش التاسك ده. طيب، عرفنا ايه هي الفلو ستيت، ازاي بقى ندخل الفلو ستيت دي من غير ما تبقى عبقري ومن غير ما تبقى عندك موهبة خارقة؟ ازاي بإيدك وبتحكمك تدخل الفلو ستيت؟ بص، اعمل كام حاجة اللي هقولك عليهم دول وهتدخل الفلو ستيت. اول حاجة هتعملها ان انت تخلي المهمة او التاسك اللي انت عايز تشتغل عليه ده متوازن. تمام، بمعنى متوازن يعني ولا
صعب جدا بحيث ان انت تتوتر ان انت ما تنجزوش او كده. طبعا التاسكات دي بعيدا عن الديدلاينز، بعيدا عن الحاجات دي كلها، تاسك عادي انت عايز تشتغل تاسك مثلا معين، تعمل، وليكن هتذاكر مثلا بس مش يكون عندك الدرس بكره، فاهمني؟ تاسك ملوش ديدلاين بس انت عايز تعمله، انت لازم تعمله. تمام. التاسك ده هيكون متوازن، ولا سهل قوي عشان هتزهق منه بسرعة، اللي هو الحاجات السهلة، عارف انت اللي هو آه مش عارف، مش جاي على دماغي مثلا، بس انت بتقوم عارف ان وراك حاجة هي سهلة قوي ان انت تعملها، بس بتأجلها من كتر ما هي سهلة. ولو في حاجة تانية صعبة انت بتأجلها من كتر ما هي صعبة. احنا عايزين بقى الحاجة اللي في النص، المتوازنة، قادر تعملها، مش متوتر ان هي صعبة ومش زهقان ان هي سهلة. تاني حاجة لازم تعملها ان انت تقتل كل المشتتات اللي حواليك. يعني موبايلك مش بتعمل عليه حاجة، وفي الأغلب 90% مش بتعمل بيه حاجة يعني. خليك صادق مع نفسك وما تكدبش على نفسك. بره الأوضة أو بره المحيط اللي أنت بتعمل عليه التاسك ده. اتنين، كل النوتيفيكيشنز، لو انت مثلا بتشتغل على البي سي او بتشتغل حتى على الموبايل او بتشتغل على اي حاجه، كل النوتيفيكيشنز هتبقى اوف، كلها تسكت. انا مش عايز زن، مش عايز حد يجي ياخد تركيزي، انا عايزك في كذا، انا عايزك في كذا، مش عارف ايه، مين بعت لك، مين كذا. اسكت، انا شغال. طبعا اي حاجه بتشتتك في الفتره دي، يعني بنلاقي مثلا في اوقات المذاكره مثلا او في الاوضه او في المحيط اللي انت بتذاكر فيه، اعمل جو كده، فاهمني؟ وانت قاعد مثلا هتذاكر على المكتب ده، يا عم هتشيل البي سي من هنا. تمام، انا مش بذاكر على المكتب ده عشان كده سايبه عادي. هتشيل البي سي من هنا بحيث يكون الجو كده، انت حاطط الكتاب كده مفتوح، تعدي تروح جاي مش عارف ايه، منظم. انت بس ما عليك انك تقعد، اقلامك متجهزه وكراستك وكشكولك وكل حاجه، ما عليك بس ان انت تقعد وتذاكر، فاهم؟ نفس الكلام على البي سي. هتقعد، الشورت كاتس، في شورت كاتس على الديسكتوب، هتمسح كل الشورت كاتس وتخلي بس الحاجات اللي ليها علاقة بالتاسك، مثلا هتخلي الإيميل وهتخلي الحاجات المهمة دي بس. وطبعا أي حاجة هتأثر على نفسيتك هتلغيها. أي حاجة مسببة لك حزن، أي حاجة مسببة لك تشتت، أي حد بياخد من وقتك على الفاضي، هتكنسله من حياتك. معلومة لازم تعرفها عن الفلو: الفلو مش بيجي وانت دلوقتي داخل، انا بقول انا داخل في الفلو، لا. الفلو بيجي وانت بتتحرك، وانت جوه الاكشن نفسه، وانت جوه التاسك. فانت هتفتح مثلا، وليكن انا عايز اعمل تاسك على البي سي دلوقتي، افتح البي سي وارسم خطه، بس ايه ديدلاينز، انا التاسك اللي انا عايز اعمله، او هيدلاينز، التاسك اللي انا عايز اعمله كذا، الهيدلاين بتاعه كذا، شويه تفاصيل عنه، وابدا ادوس ادوس ادوس، من غير خطه كامله. انا بس حاطط الهيدلاين اللي هو التاسك نفسه اسمه ايه وعايز اعمل بيه ايه، ودايس. الفلو هيجي وقت ما انت دايس، مش وقت ما هتخش لسه هتبدأ. وانت دايس هيجي الفلو. بس بعد ما تطبق الحاجات دي، اهلا بيك في الفلو. احساسك لما بتدخل الفلو ان كل حاجة بتتغير، بتكتشف انت شاطر في ايه فعلا، بتزود ثقتك في نفسك، واهم حاجة انك بتلاقي ان انت مثلا بتنجز في ساعتين وانت في الفلو اللي كان ممكن تنجزه في يوم او يومين. دي حاجة بجد. الفلو بصراحة بالنسبة لي أحسن وقت ليه بعد الفجر. هتصحى كده الساعة 5 الصبح مثلا، تصلي الفجر، بعدين هتقعد بقى إيه، ساعتين كده، بتدوس 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 بتدوس، هتلاقي مخك كلها الساعتين اللي بعد الفجر مثلا، لحد من بعد الفجر لحد الساعة 8 مثلا، ده نفس الوقت اللي أنا قاعد بصور فيه حاليا. هتلاقي إن أنت أنجزت كمية حاجات رهيبة رهيبة. لو كنت مثلا صحيت الظهر زي ما الأغلب بيصحى، كنت مثلا هتخلص او مش هتخلص كمان، كنت هتخلص 12 بالليل مثلا، او هتأجل حاجات كمان تراكمها لليوم اللي بعده. واكيد كلنا حصل معانا الموضوع ده. الحلو في بعد الفجر ان الناس، كوكب الارض معظمه كله بيبقى نايم، فاهم؟ فانت قاعد كده مروق دماغك، مفيش صوت، حتى صوت دماغك بيطفي. فانت مع الوقت هتدمن الشعور ده، هتدمن الفلو. تحس ان هو انا عايز فعلا دلوقتي اللحظة اللي تخليني في الفلو، من كتر ما انت قاعد كده والعالم كله بيختفي، وقاعد في روقان، قاعد بس بتنجز. وبعد ما بتخلص تقول ايه ده، انا انجزت كل ده امتى؟ نقطة زيادة، حاول الحاجة اللي انت هتعمل عليها فلو دي تكون الحاجة اللي انت بتحبها.
هوايتك مثلا بس تكون مفيدة، يعني حاول تحول هوايتك بقى البيزنس بطريقة ما أو حاجة مهمة يعني، وتدوس. دي أكتر لحظة بحس بيها في السعادة. بص أنا مش بقول فلو ولا بقول الكلام ده كله من مجرد التنظير، أنت أكيد شفت فيديوهات كتير عن الموضوع، ولو ما شفتش فأنا مجرب أو أنا بجرب حاليا. الفيديو ده بالنسبة لي فلو، أنا قاعد مع أفكاري وبحكي معاك. اعتبر إن دلوقتي قاعدين في حتة معينة وأنا قاعد بس بحكي معاك. دي اللحظة اللي أنا فعلا بنسى فيها نفسي وبنسى فيها دماغي. أنا بس مركز أنا بقول إيه، ومركز على الهيدلاين اللي أنا بقوله اللي هو الفلو، وبتكلم. بص كل يوم بيعدي أنت بتبقى كوبي، أو بتبقى كل يوم زي بعض، أو يومك زي معظم الناس. بس أول ما الفلو يتدخل في الموضوع هتبدأ أنت. بس الفيديو ده أكيد فادك، يا ريت تنزل تعمل لايك عشان اليوتيوب يعرف ان انت بتحب المحتوى ده، وتعمل سبسكرايب معايا عشان تشوف كل المواضيع الجديدة اللي جاية واللي هي أجمد من كده بكتير. My cult ال 1% of community. أشوفك الفيديو الجاي.